أما اليمن فيها الميزة التي لا توجد في أي دولة أخرى، العامل البشري المتميز. عطني أي دولة في العالم وصل إليها اليمنيون ولم يقوموا بتطويرها، مو يقوموا بتطويرها، يعني امتلكوا اليمنيين لما طلعوا من حضرموت وذهبوا إلى ماليزيا، امتلكوا مو طائرات، امتلكوا مصانع طائرات. اذهب إلى كوريا ستجد لهم بصمات، اذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستجد لهم بصمات، اذهب إلى ألمانيا. أنا زرت ألمانيا قبل 6 شهور أو 7 شهور، فجلست معه في مصنع أدوية. تفاجأت بأن صاحب المصنع يمني، وبالمناسبة هذا اليمني تخيل يمتلك مصنع هو يقدم الوظائف للألمان، ويعني يساهم في تنمية ألمانيا. هؤلاء لماذا لا نجلبهم مرة أخرى إلى اليمن ليطوروا هذه البلد الخلاق الذكي الفكري؟ ترى بالمناسبة أخي العزيز، من أبدع ما يمكن المدرسين اليمنيين، من أبدع ما يمكن يصل إلى طريقة يقدم إلى ابنك وإلى التلميذ نموذج من القيم التي تعلمها من طفولته. هذه العرب يا أخي، أنا ما أحتاج أجيب لي واحد فرنسي ولا هولندي يعلم أبنائي 1 زائد 1 يساوي 2 ومن ثم يدخلهم في أمور ثقافية لا أحتاجها أنا في بيتي. الحكمة يا أخي، الحكمة إذا كانت الحكمة اليمانية، ترى الاقتصاد الخليجي أيضا يمني.